السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. المصري العزيز كان حاضرا قبل لحظات من الآن كما شاهدنا أيها الأحبة في دقيقة صمت على ضحايا بورسعيد. تغمد الله الجميع إن شاء الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تعاطفا يعني برشلونة ولريال سوسيداد ولميسي وللأحداث التي تحدث في عالم كرة احنا شفنا العلم المصري مرفوع في المدرجات، والموضوع على شهداء بورسعيد اللي توفوا الاسبوع اللي فات يوم السبت يوم الحكم يوم 26 يناير. ارجع لضيوفي الكابتن احمد فكري الصغير والكابتن رضا صديق، ويعني هتناقش مع حضراتكم في حاجه كده، ان في موسم 57 58 في الدوري هبط الاسماعيلي الدرجه الثانيه بسبب انتقال معظم لاعبي الفريق الى نادي القناه، يوميها بحثا عن وظائف وبحثا عن حاجات ثانيه كتير قوي، لكن دي كانت نتيجه. في 2013 في خبر نازل ان لاعبو الدرويش بيطلبوا الجلوس مع الاداره لحل ازمتهم الماليه، وان الاداره بتحاول توفر مليون جنيه لصرف مستحقات اللاعبين. والدوري بدا، وهنبدا يمكن نشوف موضوع عقد الرعايه. الموضوع بيقول ان الازمه الماليه المستديمه برغم كل المحاولات والحلول اللي بيحاول الكل يعملها، هي مشكله دايما موجوده عندنا. يعني انا قلت لحضرتك التاريخ بتاع 57 58 ان الفريق برضه هبط الدور الثاني عشان اللعيبه مشيوا، عشان كان في ازمه ماليه. 2013 احنا عندنا لعيبه كتيره جدا جايه جديده، وفي لعيبه مشيت دلوقتي قبل ما تلعب حتى، وفي لعيبه في تعاقدات جديده برضو، وفي ازمه ماليه واللعيبه عايزه تقعد مع مجلس اداره. التاثير ده هيكون ايه على الفريق الفتره اللي جايه؟ هو طبعا انت عارف النادي الاسماعيلي ملوش موارد ثابته، فديت عامله مشكله في النادي الاسماعيلي. هو المجلس الاداره اللي فات اللي هو بتاع الدكتور رأفت حاول يخفض عقود اللاعبين يعني كده، وعمل سقف للاعبين، والمجلس الاداره بتاع الحاج محمد ابو السعود مكمل المشوار على قد امكانيات النادي الاسماعيلي. يعني احنا مش زي برضو الاهلي والزمالك وانبي والمقاولين العرب، دولت شركات وتمويلات جامده من طبعا من رجال اعمال جامده. النادي الاسماعيلي طبعا في اسماعيليه ما فيهاش رجال اعمال زي القاهره، فباذن الله يقدر يحلوها الحاج محمد ومجلس الاداره ويقعدوا معاهم ان شاء الله باذن الله ويرضوهم بالتراضي يعني ان شاء الله باذن الله. طيب مستوى اللاعبين يا كابتن رضا، اللي بكره عندنا اول ماتش للدوري مع طلائع الجيش، يعني احنا الفتره اللي فاتت عملنا من بدايه تولي كابتن صبري 56 مباراه وديه علشان احتكاك، وكان ثلاث ارباع لعيبه جداد او نصهم لعيبه جداد بعد رحيل 8 من خط الدفاع الفريق، وقلنا المباريات الوديه دي هي اللي هتخلي تعمل تجانس مع اللعيبه والاحتكاك كل الحاجات دي. وفي الاخر قبل اول مباراه رسميه في ناس منهم مشيت من اللي عملوا احتكاك وعملوا تجانس مع اللعيبه دي. مستوى الفريق دلوقتي مع الفرق الثانيه، مع العلم ان احنا كنا كل ما نسال السؤال ده يتقال ما احنا مش عارفين مستوى الفرق الثانيه لان هي قاعده بقى لها فتره. حضرتك شايف ايه؟ اللي انا شايفه كابتن صبري المنياوي وكابتن اشرف خضر مع كابتن حمام يعلموا جيدا مستوى الفرق، وعندهم اخبار باللعيبه اللي راحت الفرق المختلفه في مصر. تمام. وعارفين ان الوضع بتاعهم مش سهل، وعارفين ان الفرقه مش زي زمان بتاعتنا. وعملوا ماتش الزمالك في بره في الكويت تقريبا، في الكويت عملوا ماتش الزمالك، وكان الناس اثنت على اداء الاسماعيلي. نعم. هذه كان فيها مجموعه كبيره من الجداد، ولكن احنا كلنا اثنينا على الفرقه في ظل احنا بنلعب الزمالك وهو عنده مجموعه كبيره من اللاعبين. فكابتن صبري كعشرتي ليه هو وكابتن اشرف ليهم، يعني اخواتي عزاز عليا، يعني كابتن اشرف اخويا الكبير وكابتن اشرف برضه صديق وعزيز عليا.
يعني انا عن نفسي بفكر ان هم يبداوا بحذر، لان المجموعه جديده، وبعدين الماتش بتاع الودي 3 بونت راحوا، 3 بونت اللي جايين في الماتش الودي مش هيفرقوا. بجرب، ولكن في الدوري 3 بونت هيفرق معاك في اول الدوري، هيريحني بعد، هيريحك بعد وهيفرق معاك في اول الدوري، ما بقاش مضغوط. فلازم كابتن صبري وكابتن اشرف عندهم علم بكده، وناس يعني على علم بحاجه زي كده كتير، يعني هم فاهمين ايه اللي بيحصل. وبعدين بالنسبه للجزئيه اللي انت اتكلمت فيها، انه في ناس لسه ما جددتش وهيعملوا ايه لو ما جددوش الجهاز. يعني هما برضو كل مدرب عنده احتمالات مش واحده. كابتن صبري وكابتن اشرف عارفين لو ما جددوش دول هيعملوا ايه، ولو جددوا هيعملوا ايه. فالناس كلها فاهمه في النادي اللي بيحصل. يعني حتى مجلس الاداره اكيد قاعد مع الجهاز وعرف لو ما جددناش ايه اللي بيحصل، ولو جددنا ايه اللي بيحصل. يعني لكن النتيجه ان احنا بكره داخلين اول مباراه رسميه، لازم يكون في حذر. لازم يكون في حذر، ولازم نكون داخلين نجيب ال3 بونت الاولانيين. لازم يكون الحذر ان شاء الله.